يا سويسي وانت ليه مش راضي تنزل مصر؟ مش بايدي يا صاحبي. يرضيك اتحبس؟ يرضيك يتحجز على املاكي؟ ابويا يا صاحبي، ابويا سنة 2009 كان راجل اعمال قد الدنيا، كان بيس ناو مفيش زيه. فخدنا قرض من البنك ب5 مليون زرار. انتوا عارفين القصة دي. ابويا كان عاوز يفتح مزرعة بيض ارانب، وعاوز يفتح خط انتاج للبن البط. فالمهم خدنا قرض ب5 مليون زرار. كان مشارك مين؟ احمد سويرس ونجيب ابو هشيم، كانوا داخلين معاه في المشروع. فالمهم ولا الارانب باردت ولا الفراخ اتحلبت ولا البط اتحلب، فالمشروع فلس وابويا خسر 5 مليون زرار. مين اللي كان ماضي على الشيكات؟ انا. فابويا قال لي يا ابني عشان ما نسجنش احنا نخرج نلم الفلوس دي ونرجع نسددها، عشان ده حق الدوله، حق البنك، واحنا ما بنقبلش جنيه حرام. فهو ابويا مركبنا، انا طلعت على ايطاليا وهو طلع فين؟ على سويسرا. جينا ايطاليا اشتغلنا وربنا كرمنا، جمعنا من مبلغ 4 مليون و800 الف زرار. فاضل لحد دلوقتي 200 الف زرار، يعني سنه ولا اتنين ربنا يكرمنا وهنجمعهم وهننزل نعيش في مصر ونسدد اللي علينا ونفتح مشروع انا وابويا. انا واخد 200 فدان في قلب الصحراء هنزرعهم مكرونه. بس ابويا عاوز يزرع مكرونه اسباجيتي، قلت له يابا خلينا في الاقلام عشان تطلع، وهنرجع باذن الله يا صاحبي. سلام.